ازيكم؟ كنت قلت لكم في فيديو فات قبل كده ان انا جبت قطه، والقطه دي عشان حظي كانت جايه لي ما بتسمعش، وكانت جايه لي في موسم التزاوج. طبعا هو الاهتمام ما بيطلبش، وانا مش هطلب منكم تروحوا تتفرجوا على الفيديو ولا ان انتوا تشتركوا في القناه، بس انا هطلب واقول لكم اشتركوا في القناه. المهم اني انا قلت خلاص بقى، بنتي اتعلقت بيها قوي، بقينا في حضن بعض ودفعت دم قلبي في التطعيمات، فيلا يا بنتي جوزيها وافرحي كده بعيالها واملي البيت عليكي قطقيط صغنن. دخلت على جوزي دخله جد جدا، مع انه برضه اللي هيرجع للفيديو يعرف ان جوزي ما كانش بيحب القطه ولا طايقها اصلا. وقلت له احنا عايزين نجوز بنتنا، بص لي كده وقال لي ايه بنتنا؟ قلت له ايوه القطه. قال لي والحل؟ قلت له الحل ان انا زي ما جبتها بالتبني ادور لها على قط يجي يعيش معاها، يا اما يجي يتجوزها ويتوكل على الله. قال لي ايه اللي انا بسمعه وهيحصل في بيتي ده؟ الا ان قطتي كان ليها راي تاني، كانت طول الوقت كل ما افتح باب الشقه تجري على الشارع، تقف جنب اوضه الشارع وتفضل تتمحلس فيه وتتمسح فيه كده، وكانت دايما بصله من البلكونه ودايما مياو كده مياو بايه بمياصه. الا اني انا طبعا لا، انا ست محافظه، انا قطتي قطه بيت نضيفه ومستحميه بالشاور، ما نلفش على القطط الشارع. تعالي يا بنتي جايبه لك عريس محترم، تقول لي بقيت اندهلها واقول لها تعالي في عريس محترم اتفضلي، اموره هو عينيه واسعه وابيضاني وزي الفل. الا انها ابدا كانت ترفع ديلها وتدينا ظهرها وتمشي، ما كانش عاجبها وكانت عايزه تقول ايه ده مش حرش كده وعامل شعره على جنب. بعد محاولات كتيره معاها وهي عايزه الصايع الضايع اللفاف بتاع الشوارع اللي مش نضيف اللي مش متطعم اللي مش شبهنا، قلت خلاص هسأل حد ايه يكون فاهم. عندي واحدة صاحبتي تانية بتربي قطط، قلت لها اعمل ايه، انا عايزاها تتجوز خليني اخلص وارتاح. راحت قالت لي خلاص اقفلي عليهم باب المطبخ بالليل، هما ياخدوا ويدوا مع بعض. كل ما اقفل عليها باب المطبخ مياو مياو صريخ وسويد، اخش اجيبها ما تهونش عليا برضو، ما هي تربيه ياما دفعت فيها تونه. كل يوم على كده اقفل عليهم باب المطبخ تصوت، لغايه ما صاحبتي قالت لي جمدي قلبك وسيبيهم هما الاتنين واقفلي عليهم باب المطبخ واعملي نفسك مش سامعه حاجه. سبتهم يوم وتاني يوم تالت يوم رابع يوم بقفل عليهم باب المطبخ مش سامعه صوتهم، خامس يوم بقفل عليهم باب المطبخ مش سامعه صوتهم. المهم بعد كده ان مزاجها لان وسلمت امرها لله واتجوزت وبقت خلاص ست بقى مدام قد الدنيا. الفكرة مش في كده، الفكرة بعد ما تخلصت انا من مودها اللي زي الزفت بسبب التزاوج وانها عايزة تتجوز، بقت في مود انيل انها حامل وتعبانة وبطنها مكركبة وطول الوقت بغذي الحامل. سيبوها عشان حامل، متعصبة عشان حامل، ودخلت في موال تاني ودوامة تانية مع القطة. عموما هي القطة مطولتش عندي وجبت بعدها سلحفة، والسلحفة كانت قصة. جماعة اللي عجبوا حكايتي مع القطة وحكايتي مع صحابي وحكايتي دي كلها يعمل لي اشتراك في القناة عشان عيلتي تكبر ونبقى عيلة كبيرة وصحاب كتار كده مع بعض.